بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة على مائدتي. رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. كل عام وانتم بخير وأهلكم وأحبابكم، وإن شاء الله يا ربي يتقبل منا الصيام والقيام. اليوم إن شاء الله جيتكم بديسير اللي تذوقوا به المائدة ولا السهرة الرمضانية مع أحبابكم وأصدقائكم وأهلكم، اللي هي لا تخت شاموا اللي كنت ديجا قدمتها في قناة، ولكن لا داير أني نعاود نقدمها بطريقة مبسطة أكثر. لهذه الوصفة يلزم لنا هادو لي بيتي بور ولا لي غاتو هادوك تاع الأطفال 160 غرام 160 غرام. نطحنوهم كيما نطحنو يعني في الأشواغ. مكونات تاع هذه الوصفه فعلا سهله وبسيطه متوفره يعني في كل بيت، ولكن لو ريزولطا تاعها فريمون شباب بزاف. انا ننصحكم باش تجربوها. نحطوا هادو لي بيتي بور تاعنا في الاشواغ، نطحنوهم كيما نطحنوا لا باز نتاع ان تشيز كيك، يعني سي لو ميم برينسيپ. انا غادي نطحن هادو الحبات اللي راهم عندي ونرجعوا باش نكملوا باقي الوصفه. وهنا نكونوا ايضا مجهزين نص كاس نتاع زبده دائبه ولا مارغرين دائبه، نص كاس اللي نجمعوا به هاد لو بتي بور. ايضا نكونوا مجهزين مولا شارنيير هذاك اللي يتحل، دوك نشوفوه معا. ندير هاد الزبده الدائبه مع لو غاتو ونجمعهم مع بعض بهذا الشكل باش نصنع لا باز نتاعي تاع لو غاتو. هذه هي الطريقه. ندخل هذيك الزبده في لو غاتو هذاك لي بتي بور، وهنا نكون صنعت اون باز اللي راني غادي نحطها في لو مول تاعي كيما نفس الطريقه اللي نديرو بها لو تشيز كيك، سي لو ميم برينسيپ، حتى يولي هذا هو الشكل نتاع لو غاتو تاعي، يولي كي شغل يتلم. في هذه المرحله انا نجيب هنا لو مولا شارنيير تاعي ولا لو مولا سينتور، ولا ما عندكمش تقدروا تعوضوه بامول اللي يكون تاع الزداج، ولا غير ديروا له لو بابي سولفيريزي. هذا ما كان لو بابي كويسون. نحطوا هاد لو غاتو تاعنا اللي درنا له لو بور، نحطو ونلبسو لو مول باش نصنعو اون باز. سي لو ميم برينسيپ، انكور فوا نقولها لكم، سي لو ميم برينسيپ كيما لو تشيز كيك، نفس المبدأ. هذا هو لو غاتو تاعنا، هو اللي غادي يكون لا باز نتاع لو غاتو تاع لو ديسير. هنا تنجموا تسووا القاعده بهذا الشكل، ولا افيك لو دو تاع الكاس نتاع ما تضغطوا باش يجينا السطح تاع الكاطو تاعنا مستوي. تحاولوا ايضا باش تطلعوا شويه هنايا شي يعني يجيكم شويه يعني طالع، ديروا هنايا هاد المول كيما راه نحطوه في الثلاجه في الوقت اللي رانا نخدموا في الكاطو تاعنا. في هذه المرحله يلزم لنا لتر نتاع الحليب وزوج الباكي نتاع فلان كراميل اللي يكون مع هذاك لو كراميل ليكيد تاعه دو بريفيرونس. دونك واش غادي نديرو؟ غادي نفرغوا هاد لي دو باكي في الحليب. هي لازم تكون الكميه لتر تاع حليب باش تجينا على حساب لو مول تاعنا هذاك تاع 26 سنتيمتر. الا درنا قل يعني ما تجيناش عاليه وما تكونش لا طاقه تاعنا ما تكونش ناجحه، صافي الا صغرنا لو مول. نحركو فوق النار ونخلو الفلون تاعنا يطيب كيما يطيب الفلون العادي. كي يبغي يشد روحه نزيدو له 100 لتر من القشطه الطريه لا كريم فريش ليكيد، ونديروه دون ان بلندر ونبلندو معاه حبات من هذاك لو بتي بور اللي بقى لنا. نديروا واحد 50 غرام هكاك نتاع حبات، نزيدوهم دوك نشوفوا مع كي غادي نديروا الوصفه. انا غادي
نخلي هذا الفلون تاعي يطيب. كي يطيب نجو نكملوا باقي الوصفه. بعد ما وجدنا لو فلون كراميل تاعنا، دروك نكونوا حنا محضرين لو بلندر. ها ولا لو بلندر تاعنا، ورانا محضرين كلكو غاتو قيمه واحد 50 غرام، ومحضرين لا كريم فريش ليكيد. دونك نحطوا هاد، بسم الله، نحطوا هاد لو فلون تاعنا في لو بلندر. نحطوا هذاك لو فلون تاعنا في لو بلندر. نزيدوا عليه هادوك لي غاتو بوتي بور باش من بعد يعطونا واحد اللون جميل، يعطونا اون تيكستور، ويعطونا تاني واحد يجي كوم موشتي. هاد لو ديسير تاعنا يجي شباب بزاف، حتى في الشكل تاعه يجي شباب. دونك غير نقصوهم هكا على زوج ونحطوهم، ونزيدوا عليهم 100 مليلتر من القشطه السائله. هاد القشده السائله هي راهي غادي تعطي لو ديسير تاعنا هذا، تعطيه اون تري بيل تيكستور وتعطيه لا تونور. دونك نحطوهم في لو بلندر ونخلطوا كل شيء مع بعض. بسم الله. بهذا الشكل. انا ما نديرش عليكم، ما عادش نكثر عليكم الحس، غادي نزيد نخلط شويه وعاد نرجعوا باش نكملوا باقي الوصفه. وهنا نجيبوا سني تاعنا اللي كنا درناه في الثلاجه يبرد، ولسنا على له لو فون تاعه، ونحطوا فيه هذا لو ميلونج. ونعطيكم هاد لاستوس، دائما كي تبغوا تفرغوا في ان فون كيما هذا، توجور ميتي اون كويير اون بوا ولا اون سباتول كيما هكا باش ما يحفر لكمش، باش يتوزع الخليط وما يحفرش غير بلاصه واحده، باسكو هو راه حامي ويكون قوي، يعني الدفع تاعه قوي، إلي بوسيبل يحفر لكم. هذا هو الشكل نتاع الكاطو تاعنا. نخلوه يعني في الثلاجه لمده ساعتين على الاقل، ومن بعد نخرجوه باش نذوقوه مع بعض. بعد ما خلينا لو ديسير تاعنا برد على الاقل لمده ساعتين، انا في الحقيقه خليته اكثر من ساعتين. دروك اون فا لو ديمولي اونصومبل، فوالا بهذه الطريقه. نحطوه مطيره. وهنا فيما يخص التزيين، نشدوا ان باتي بويسون، نقسموه بهذا الشكل، ونجو هنا كي شغل في لا مواتيي تاع لو غاتو. هنا اون سو بودر بالكاكاو جهه بهذا الشكل، جهه نديروها بالذوق تاع الكاكاو للمحبين تاع الكاكاو. وهذا ماشي كاكاو امير، هذاك البني ما يجيش مر بزاف، نحاولوا نقلعوه بحذر. والجهه الثانيه هذاك لو كراميل اللي كان مع لو باكي تاع الفلون نزوقوا به بهذه الطريقه، ولا نديروا به يعني خطوط كيما الا كان عندكم لو فلون سون كراميل، ايبا تخدموا الكراميل تاعكم عادي. دونك هنا لا طارت تجينا مقسومه على جزئين، واحد بذوق الكاكاو كلي كوم سي رانا دايرين دو طارت، واحد بذوق الكراميل وواحد بذوق الشوكولا او باردون لو كاكاو ثاني، باش نقصوا شويه من الحلاوه تاع لو فلون. فوالا هذا هو الشكل نتاع الكاطو تاعنا، لو كاطو شاموا. نقطعوه كوم من تحت، بهذا الشكل، نتبعو. فوالا
بهذا الشكل. يجي بريزونطابل للضيوف للسهرات ولذيذ جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وتعجبكم، وما تنساوش تدعمونا الاشتراك في القناه عن طريق البارطاج، الاشتراك، لايك، وتعليقاتكم اللطيفه اللي دائما نبغي نقراها ودائما احرص ان اجيب عليها. ونقول لكم صحه فطوركم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحه والهنا هذا الشهر الكريم، والى لقاء قريب، مع السلامه.